حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله يقول له: يا أبت، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ جعل يذكر له ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على عمرو بن العاص رضي الله عنه. فلما سمع عمرو ذلك قال: فحول وجهه إلينا وقال: لقد رأيتني على أطباق ثلاث، أي مررت في حياتي بثلاثة مراحل. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: يا رسول الله، أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال: فوالله ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، أي من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يسلط بصره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام حياء منه عليه الصلاة والسلام. قال: فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. فالإنسان وهو يستقبل الموت لا يدري ما الله عز وجل فاعل به، يحصل له نوع من الانهيار النفسي، فيذكر لما ذكره ابنه عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم له، انتعشت نفسه والتفت إليهم وتكلم فقال الكلام الذي ذكرته آنفا. بهذه الأمة المجيدة، الأمة العظيمة، إذا نظر أفرادها إلى الخلف وجدوا رجالا كما قلت لو وجدوا في الأمم الأخرى لجعلوا الواحد منها حبرا، بل التلميذ الذي كان يحمل الإبريق للشيخ لو وجد عند هؤلاء لاتخذوه حبرا.